ان انا اتعرض لهجوم كبير قوي جدا انا جيت. بعد الفيديو ده. لو انت مرتبطه سوشيال ميديا او انت مرتبط سوشيال ميديا، مفيش علاقه رسميه يعني، ف ابعدوا عن بعض. انتوا كده بتستهلكوا طاقة بعض على الفاضي، بتهلكوا مشاعر بعض، وانتوا مش ضامنين ولا متأكدين انتوا اساسا هتبقوا لبعض. غير كده البداية اللي مش هترضي ربنا مش هترضيك انت تاني. فما تظلموش نفسكم، عشان وده سبب ان اغلب جيلنا اساسا دلوقتي اللي هو كلهم مشاعرهم بايظه، واللي هم كلهم مجروحين وبتاع. كل ده بسبب ان هم البدايه اللي هم عملوها ما رضتش ربنا، فطبيعي انها مش هترضيه في الاخر. فانتوا ظلمتوا نفسكم. فابعدوا لو انتوا مرتبطين. والله الحياه لوحدك، اما انت مع اصحابك او انت مع اصحابك، هتبقى احلى بكتير لحد ما يجي الوقت المناسب ان انت تاخد الخطوه وتبقى قادر ان انت تقدم. ممكن عادي سبتوا بعض بعد فتره مثلا هو يكون كون نفسه ويجي يقدم لك، مفيش مشكله. بس كلام ملوش لازمه، بلاش. ابعدوا بجد. لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وحابب اسمع رايكم في الكومنتات. واتمنى لو الحاجه دي قدرت ان انا قدرت اساعدكم في يوم من الايام او بحاجه بسيطه جدا، فانا هكون مبسوط جدا. لايك وسبسكرايب.